مكملين باذن الله في سلسله الرد على مشاكلكم. والبنوته بتقول لي ازاي اتعامل مع ضغط الاهل. حرفيا انا اهلي طول اليوم بيتخانقوا معايا، بيقولوا انت تفلحي ولا تدخلي كليه، ودايما بيقارنوني ببنت خالتي لانها كل سنه بتطلع من الاوائل وما شاء الله عليها يعني. فطول اليوم ما تقول لي بصي بنت خالتك عامله ازاي، بصي بنت خالتك عامله ازاي. فدي مشكلتها يعني. بصي طبعا مش هقول اسمها يعني، عادي، مش هيفرق كده في المشكله. ضغط الاهل ازاي اتعامل معاه. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان 3/4 الاهل بيكون بالنسبه لهم المقارنه هي وسيله للتحفيز. اللي هو مثلا بيقول لك شوفي ابن خالتك، شوفي بنت خالتك، شوفي بنت عمتك، علشان اللي هو يقول ايه ده بنت عمي اشطر، فانا اتحفز بقى واذاكر عشان اكون اشطر منها. فاكرين ان الطريقه دي بتجيب نتيجه بقى مع الطلاب. بالعكس جدا، في طلاب بتتاثر جدا بالكلام ده وتقول طب انا مش مذاكر بقى، طب هم كده شايفيني مش بعمل، شايفيني مش بذاكر، شايفيني مش بسهر، شايفيني مش بروح دروس، فانا مش هذاكر بقى خلاص. ما كل شويه مقارنات بابن خالي وبنت عمي وايا كان وقريبتك وجارتك والكلام ده. ازاي اتعامل بقى مع الموضوع ده؟ بصوا يا جماعه، انتوا اول حاجه ممكن اكيد تتكلمي معاهم لو انتوا الموضوع ده بيضايقكم، اللي هو ممكن يا ماما او يا بابا معلش ما تقارنيش باي حد، انا غيرها، ما حدش يعرف ظروفك. الحل ده تروح تتكلمي معاهم تمام وتعرفيهم. وعايزه اقول لكم حاجه، ان مفيش اب مفيش ام قسما بالله في مصر ما بيعملوا كده. يعني مفيش، هتقولي ام واب مصريه ما بيقارنوش او ما بيقولوش الجمله اللي هو انت لو فلحت تبقى بني. هتقولي اب او ام مصريه ما بيقولوش الجمله دي. مفيش خالص. هو دايما اللي هو عارف انت تبقى بني لو دخلت اعدادي انت خلاص تبقى بني لو دخلت ثانوي. طب انت دخلت ثانوي خلاص تبقى بني بقى لو دخلت الكليه. طب انت خلاص دخلت الكليه تبقى بني بقى لو طلعت من الكليه. طب انت طلعت من الكليه تبقى بني لو فلحت في شغلك، تبقى بني لو مش عارف ايه. بص انت هتفضل تقابله بقى لحد ما باذن الله الحياه تخلص. فده شيء طبيعي. فانا مش عايزاكم تاخدوا كلامهم ان هو كنوع من الاحباط ومش عارفه ايه، مش مقدرين. بالعكس، الاهل هم الناس الوحيده اللي بجد بتخاف على مصلحتك. مفيش حد يخاف على مصلحتك، ولا صاحبك ولا صاحبتك البيست فريند اللي انت شايفاها اكتر واحده في الحياه بتحبك. على فكره لو صاحبك او صاحبتك مش بينتقدك، مش بيقولك على الحاجات الغلط اللي انت بتعملها، ما يبقاش صاحب. ده مش صاحب كويس. عشان في ناس مثلا ايه بتحب صاحبتها علشان هي كل حاجه بتقولها شاطره، برافو عليكي، ما تذاكريش، طب تعالي نخرج، طب مش عارفه ايه، طب ما اروحش الدرس، مش مهم درجه الشامل، يعني ايه يعني الاتنين مش مهم، يعني مش مهم دي سنه وخلاص يا بنتي ونعديها وخلاص. لو انت من النوع اللي هو بتحب الكلام ده اللي هو دايما يكون في صالحك، فالعيب فيك انت مش العيب فيهم هم. فعايزه اقول لكم بجد والله ان مفيش حد يحبك في الحياه قدهم. فاحنا لما نيجي نسمع الكلام يعني ما تتكلموش، ما تقعدوش تناقشوا كتير. عارفه ممكن يضايقكم، بس احنا ممكن نثبت لهم بقى بالفعل الكلام ده مش حقيقي. فليه احنا ما ناخدش الانتقاد ده كنوع من انتقاد بناء ونخليه تحدي كده؟ طب انا هثبت له بقى ان انا باذن الله قدها كده. في الاول وفي الاخر ربنا كاتبه لي هو اللي يحصل، ولكن انا هبذل اقصى مجهود عني. يعني انا هعمل اللي عليا والنتيجه بتاعت ربنا. انا كسلمى بتعامل معاه عادي جدا، وكلنا يعني بنمر بنفس الموضوع. مش انت بس ولا انت بس. لا، ما تفتكروش نفسكم غير. وبصي ده مامته بتعامله ازاي، وبصي ده بابا بيعامله ازاي. انت ما بتشوفوش في البيت يعني، انتوا مش عايشين مع ناس في بيوتها. بالنسبه لي افضل طريقه ان احنا نتعامل بيها مع ضغط الاهل.